بيبدأ فيلمنا في مدينة بودابست وفي مبنى الأوبرا بالتحديد، وبوصل الشخص المستهدف ومع الحرس بتاعه، لكن جو بيكون في انتظاره واللي بيركز في كل تفاصيل الهدف بتاعه واللي بيقعد في المكان المخصص ليه، والحرس بتاعه بينتشر وبتبدأ الحفلة. لكن واحد من الحرس بيحس بوجود حد ورا الستارة، ولما بيروح يتأكد جو بيخلص عليه وبيروح للتاني وبيفرتك دماغه وبيدخل للهدف بتاعه، وقبل ما يعمل حاجة بيفرتك دماغه هو كمان. والجميلة اللي معاه بتنفد بعمرها، ما هي روح ما بعدك روح. لكن قبل ما جو يخرج من مكانه بتشوفه واحدة من اللي بيقدموا الاستعراض. في الوقت الواحد من الجردات بينتبه للي بيحصل وبيبقى جون في طريقه للهروب، لكنه بيحس بصداع رهيب بيخليه مش مركز ومع ذلك بيكمل في طريقه. اما بالنسبه لك انت فما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لو لسه اول مره تشوفنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. في الوقت اللي الجارد بيكون على وصول للي مشغله وبيشوف المجزرة وبيخرج سلاحه، لكن الامن بيشوفه وبيطلب منه انه يسلم نفسه، فبيفتح عليهم النار وبيقتل واحد منهم، والتاني بيطلب الدعم وبيروح وراه، لكنه هو كمان بيحصل زميله وبتبوظ الحفله والموضوع بيخرج عن السيطره. لكن الامن بيقدر انه يخلص عليه، لكن الناس بتبتدي تهرب وتخرج بسرعه من الاوبرا، وميزي هي كمان بتحاول تخرج لكنها بتتزق وبتقع على الارض وتليفونها كمان بيقع منها، وبتبتدي الناس اللي بتهرب انها تدوس عليها، لكن جو بيجي وبياخد تليفونها وبيساعدها على الوقوف، ولما ما بتقدرش بيشيلها وبيخرج بيها، وبتشكره ميزي على اللي عمله. لكن نوبة الصداع بترجع تاني وجو بيتقل، فبتطمن عليه وبتحاول تجيب له ميه يشربها، لكنها بتبص بتلاقي جو اختفى من قدامها واتبخر، واللي بيبقى رجع لبيته اللي عامل بابه ولا باب خزنة البنك المركزي، حتى انه بيبقى عامل اشعة ليزر لو حد اخترق بيته، وبتفاجئ بتليفون ميزي انه لسه معاه وما رجعوش ليها، وبياخد شوية مسكنات وبيعدي الليلة، وتاني يوم بيروح للدكتور وبيعمل اشعة وشوية فحوصات علشان يطمن على نفسه، وبيخرج من عنده بيروح لصديقه زيفي اللي بيسأله عن سبب تأخيره، فبيحكي له كل اللي حصل، وبيتكلموا في الشغل وبيعرفوا ان الشرطة مقتنعة ان الجارد اللي ضرب نار على الامن هو اللي نفذ الجريمة كلها، يعني بالبلدي كده هو اللي شال الليلة عنه. وبعد كده بيتحاسبه وبيديله بقيه اتعابه، وبيخرج من عنده بيروح لاكاديميه الباليه اللي بتتمرن فيها ميزي، وبيشوفها وبيدخل عليها علشان يرجع تليفونها، واكيد بتشكره وبتطمن عليها بعد اللي حصل لها، فبتقول انه كل شيء تمام، وبتعزمه على العشاء كنوع من رد الجميل لكل اللي عمله معاه، وبتكتب له رقمها وبتعرفه انها هتخلص تدريب الساعه 5، وبياخد منها الرقم وبيسيبها وبيمشي، واول ما بيخرج بيرمي الرقم في الزباله، لكن الحته اللي جواه بتخليه يرجع وياخد الرقم تاني، وفعلا بيخرجوا مع بعض وبيتعشوا سوا وبيقعدوا يتكلموا وبيعرفوا بعض اكتر، وبيبقى واضح عفوية ميزي وحياتها اللي هي عايشاها ببساطة. اما بالنسبة لجوفا اكيد ما بيقولهاش حاجة عن شغله، وبيتقابلوا كتير وعلاقتهم بتبقى اقوى من الاول، بس ده ما بيمنعش جون هو كمان يقوم بشغله وينفذ اي مهمة هو مكلف بيها، بمعنى اصح كل واحد بيبقى بيعمل شغله، لكن ده ما يمنعهمش انهم يعيشوا حياتهم. وبيقابل صديقه زيفي وبيحكي له عن علاقته بميزي، واللي بيساله اذا كانت تعرف حاجة عن طبيعة شغله، فبيقول له اكيد لا، وبيعرفوا انه قرر انه يتقاعد ويسيب الشغلانة دي قبل ما هي تعرف، وانه حابب ان يبدا حياه جديده معاها. بس زيفي بيقول له ان خروجه من لعبه القتل اللي هم فيها اكيد مش هيكون سهل، لكن جو بتجيله نوبه الصداع، فزيفي بيساله عمل ايه عند الدكتور، قال له انه مستني نتيجه التحاليل والفحوصات، وبيرجعوا تاني لموضوعه، وزيفي بيقول له انه هيساعده في انه يخرج من اللعبه بدون اي خسائر، وجو بيطلب منه طلب اخير وهو انه عايز يامن على حياته عشان بعد كده ميزي تستفاد من التامين ده لو جرى له حاجه. وبيعرفوا كمان انه معزوم عندها هو وشارون زوجته علشان يتعرفوا على بعض، وفعلا بيجي يوم العزومه، لكن جو بيعاني من نفس النوبه اللي بتجيله، والجماعه بره بيبقوا اتعرفوا على بعض زياده عن اللازم، وبيرجع جو ينضم ليهم، وبعد شويه بيقعد مع صديقه اللي بينصحه انه يعرف ميزي ويصارحها بكل حاجه، ده في حال لو فعلا بيحبها ومتاكد من حبها ليه علشان يبقى في ثقه بينهم، وكمان يديها حريه الاختيار. وبتعدي الليله وبيروح تاني يوم للدكتور علشان يعرف هو عنده ايه، لكن الدكتور بيقول انه عنده اخبار وحشه، وبيعرف انه عنده اضطراب انتكاسي في الاعصاب، واللي هيبدا بصداع شديد مستمر ممكن يؤدي للعمى، وانه هيصاب بالخرف وعدم القدره في التحكم باعصاب جسمه. ولما بيساله هل الكلام ده اكيد، فبيقول انه حلل عينته في 3 معامل مختلفين وكلهم ردوا بنفس النتيجه، فبيساله عن المده اللي ممكن تبدا الاعراض دي في الظهور، قال له في افضل الحالات 3 شهور. وبيرجع لبيته وبيبقى شايل كل همومه الدنيا على راسه، وبيدخل على النت وبيكتب اسم المرض بتاعه، فبيظهر نفس اللي الدكتور قاله له، وكمان بيشوف حالات جالها نفس المرض، وبيعرف ان حالته ملهاش علاج لسه لحد دلوقتي، فبيخرج مسدس علشان يقتل نفسه لكنه ما بيقدرش، وبيقعد يشوف صوره مع ميزي، وبيقوم بيفتح خزنته الخاصه وبياخد مبلغ كبير من الفلوس، وبيروح على مكان الاسلحه بتاعته وبياخدها كلها وبيروح يرميها في الميه. وتاني يوم بيروح لزيفي وبيقول له انه عايز يعقد صفقه مع قاتل محترف علشان يصفي حد، وبيقول له عايز تخلص من مين، فبيعرفوا انه هو نفسه الهدف، وبيعرفوا كمان انه هيدفع 2 مليون للي هينفذ. فزيفي بيطلب منه انه يشرح له اكتر علشان مش مستوعب اللي بيقوله،
فبيحكي له قصه الصداع والنتائج اللي طلعت والكلام اللي الدكتور قاله له، وبيديله الفلوس وبيقول له ان اي حاجه هتفضل زائد فلوس التامين كلها تروح لميزي. وبعرفه انه كان ناوي ينتحر، بس افتكر ان التامين هيسقط لو كان انتحر، علشان كده هو عايز يأجر حد يقتله. لكن زيفي بيقول له مش هيشترك معاه في اي حاجه زي دي، وبيقول له هنلف العالم ونروح لاكبر الدكاتره في المجال ده. لكن جو بيقاطعه وبيقول له انه عاش حياته بإراقة الدم، وحاسس ان اللي هو فيه ده عقاب من عند ربنا. وبيعرفه كمان انه ما عندوش استعداد يعيش حياته اعمى، او انه ما يقدرش يتحكم في جسمه، وبيطلب منه كاخ مش صديق انه ينفذ اللي بيطلبه منه. لكن زيفي بيقول انه ما يقدرش يكون سبب في اذيته او انه يتدخل من بعيد او من قريب في الموضوع ده، فبيقدر موقفه وبيروح للمنافسين ليهم في الشغلانه او في لعبه القتل، وبالتحديد انتونيت، واللي بتبقى هي كمان جامده في مجالها. وبتساله عن سبب الزياره، فبيقول لها انه عايز يصفي حد. فبتقول له ما رحتش لصديقك ليه؟ قال لها رحت ورفض. فبتقول له انت عارف ان انا لو شفتك بتتحرق قدامي مش هرش عليك كوبايه ميه علشان اساعدك. قال لها يبقى انا جيت المكان الصح. وبيقعد وبتتكلم مع الراجل بتاعها واللي اسمه ماكس، وبتعرفه بجو وانه المفروض افضل قاتل في اوروبا كلها. وبيبقى ماكس ده اصلا بني ادم سادي وجزار ومجرم حرب. وبتعرفه ان جو هو اللي قتل ابوها، وبتقول له انا ممكن اخلص عليك دلوقتي. فبقول لها طب ما تصبري كام ساعه وتخلصي عليها وتكسبوا 2 مليون دولار. فماكس بينزل سلاحه وهي بتساله مين الشخص اللي هو عايز يصفيه، فبيعرفها ان هو اللي عايز يصفي نفسه، وبيعرفها علشان ما تدخلش في تفاصيل هتوافق ولا يمشي. قالت له اوكي، وبتديله رقم حسابها اللي هيحول عليه المبلغ، وبيطلب منها ان القتل يبقى نضيف وسريع، وانهم يبداوا تاني يوم وقت منتصف الليل، وبيسيبهم وبيمشي. فبتدخل على تطبيق اقتلني شكرا، وبتشوف مين اللي هتكلفه بالمهمه، وبتبعت رساله لوفيدال واللي بيكون فعلا بينفذ مهمه تانية. ولما بيشوف الرساله وبيعرف ان الهدف هو جو بيرفض. فبتبعت طلب لفريق كوري وفريق تاني اسمه لانجوس، وبيبقى الفريق الكوري واللي اسمه عصابة كويانغ هم كمان في مهمة، وبرضه بيبقوا محترفين وجزارين في نفس الوقت. وبتجيلهم الرسالة وبيفرحوا ان جو مطلوب قتله وبيقبلوا بالمهمة. ونفس الشيء بتروح الرسالة لفريق لانجوس، وبرضه بيفرحوا انهم هيقتلوا جو، وبيخلصوا اللي في ايديهم على السريع علشان يروحوا. وتاني يوم الساعة 11 بالليل بيظهر جو وهو مستني ميزي، وبيخرج تليفونه وبيقفله، وبتيجي ميزي وبيكون ماكس موجود وبيصوره، وبيشوفهم وبيسمع ميزي وهي بتسأله هو متغير ليه. فبقول لها انه عايز يقول لها حاجة مهمة، وهي كمان بتقول له ان عندها خبر مهم لازم يعرفه، لكنها بتطلب منه انه يقول الاول. فبيقول لها انه هيسافر لمكان بعيد ومش متاكد اذا كان هيرجع تاني ولا لا. فبتتصدم وبتساله عنها وازاي هيسيبها ويبعد. فبيقول لها اي كلام زي انه عايز يقيم علاقتهم والكلام الفاضي ده. وهي بتساله ليه بيعمل فيها كده، فبتاسف لها، لكنها بتسيبه وبتمشي، وبتقول له هيجي لك يوم تندم على اللي كان في ايدك وتخليت عنه. وطبعا جو بتقطع من جواه على اللي بيحصل. وانت صديقي لو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه. وبيرجع بيته وبيبقى ربنا هو اللي عالم بيه، وبيسيب الباب مفتوح وما بيرضاش يقفله، وبيقعد مع نفسه وبيفتح تليفونه علشان يبعت رساله لميزي يعرفها انه ما حبش حد في حياته قدها، ويعرفها بمرضه وانه كده كده ميت، ومش عايزه تاخد عنه فكره وحشه او تشوفه بطريقه غلط. لكن بيجيله رسائل كتير بتعرفه ان الدكتور اتصل عليه اكتر من مره، فبيكلمه، والدكتور بيقول له انه بيدور عليه من بدري علشان يفرحه، ويعرفوا انه حصل سوء تفاهم والعينه بتاعته اتلخبطت مع حد تاني، وان كل اللي هو بيعاني منه التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، وان صحته زي الفل. وطبعا الدنيا كلها بتدور بيه لانه فاضل 4 دقايق وهيتعمل حفله على شرف قتله. في نفس الوقت اللي بتوصل عصابه كويانغ لعنوان جو اللي بيبدا في انه يستعد علشان يقابل الضيوف الجايين، واللي بيدخلوا شقته وبياخدوا بالهم من الليزر، وبينادوا على جو واللي بيرد فعلا عليه، وبيقول لهم ان في سوء تفاهم في الموضوع وانه هيلغي العقد الخاص بيه. لكن كبيرهم بيقول له الكلام ده عندها، وبيبعت واحد يدور عليه، وبيلاقي نفسه قدام جو وبيبدا انه يشتبك معاه، لكنه ما بياخدش في ايده غلوه. لكن المساعده بتيجي، بس بصراحه جو بيتغاب على الاخر وبيقضي عليها خالص. ولما زميلها بيشوف اللي حصل بيسخن، بس يا ريته هو كمان مسخن، وبيعديه لزمايله، واللي بيروح واحد تاني منهم وبيعمل فيها نينجا وكده، بس جو بيبقى دبابه وبيشيله وبيبعته لاخرته على السريع. ونفس الشيء مع القطه اللي داخله له بالحاجات الغريبه اللي ماسكاها، وبرغم انها بتصيبه الا انه بيكسر وشها حرفيا بخبطه واحده، وبيبعت سنانها للكبير بتاعهم اللي ما بقاش فاضل غيره، وبقول له انا قلت لك خدهم وامشي. فبقول له انت عارف قواعد اللعبه وان لازم حد يموت. والمسكين بيخرج مطوه وبيرميها على جو اللي بيبعت له الصينيه اللي كانت زميلته داخله بيها واللي بيبقى لسه فيها الروح وبتقوم، لكن جو بيعمل الفنيه معاه وبيخلص عليها وعلى عصابه كويانغ نهائيه. وبياخد تليفون كبيرهم وبيتصل على انتونيت واللي بتستغرب ان جو هو اللي بيكلمها، وبيعرفها ان عصابه كويانغ خلصت خلاص وانه عايز يلغي الديل اللي عمله معاه. فبتقول له الموضوع خرج من ايديها ولازم تنفذ طلبات العميل النهائي، وبتفكره ان هو اللي قتل ابوها، فبيشتمها هي وابوها. فبتسخن وبتقول انها هتكبر الحوار على الاخر، وانها هتتصل على كل قاتل موجود في اوروبا علشان يخلص عليه. قال لها تمام، على كده اوروبا كلها مش هيفضل فيها حد، وبيقفل التليفون بطريقته. في نفس الوقت اللي بيوصل فيه الاخين لانجوس، فبيبعد عن المكان وبيتصل على ميزي ويلاقي تليفونها مقفول.
فبيسيب لها رساله وبيعرفها ان هو في ورطه وممكن تكون حياتها هي كمان في خطر، وبيقول لها انه هيبعت لها فلوس ولازم تختفي اليومين دول وما تروحش بيتها وما تعرفوش هو نفسه هي رايحه فين، ولما يخلص هيعرف يوصل لها. وبيقول لها كمان بعد ما تسمع الرساله ترمي تليفونها وبيدخل لمكان وبيدخل الاخين وراه وفعلا بيبداوا يشكلوا عليه وبيعرفوا ان الموضوع مش شخصي، لا هما بيعملوا شغلهم بس، لكنه بيجمع نفسه بسرعه وبيصطاد اول واحد فيهم وبيقول له الموضوع شغل مش شخصي خالص، وبيفرتك جمجمته بالخوذه اللي لابسها. وطبعا اخوه بيتجنن لما بيشوفه وجو بيقول له اخلص تعالى انت كمان علشان تاخد حصتك، وفعلا بيهجم عليه. وانا ما غلطتش لما قلت على جونو دبابه، وبياخد هو الموتوسيكل بعد ما خلص على الاتنين وبيمشي بيه في الوقت اللي انتونيت بتكون فعلا عماله تبعت كل القتله ورا جو وبتدفع من جيبها الخاص 2 مليون زياده عن اللي دفعه، لدرجه ان لوفيدال اللي رفض قبل كده بيقرر انه ينفذ بعد ما المبلغ بقى مغري. وكل العصابات والقتله اللي موجودين في اوروبا فعلا بينضموا هم كمان للعبه القتل او الحفله اللي معموله على شرف قتل جو اللي شكله منمر عليهم كلهم. كل ده في الوقت اللي بتسمع ميزي الرساله اللي بعتها لها جو، وفعلا بتقوم وبتمشي من المكان اللي هي فيه، وبوصل جو عند صديقه زيفي واللي بيقول له كنت عارف انك هتيجي، وبيعرف انه موجود في الاخبار بسبب ال5 جثث الكوريين اللي لقوهم في شقته وبيعالج الجروح بتاعته، وهو بيسمع منه قصه الدكتور والغلط اللي حصل، وبيعرف ان انتونيت ضعفت الاجر وبقى المبلغ 4 مليون، يعني الرقم هيخلي اللي مالوش فيها عايز يقتله هو كمان، وبيساله ناوي يعمل ايه، خاصه وانه لو فكر يقتل انتونيت يبقى كده انتهى قانون اللعب. فقال له ناوي ان انا اجمعهم كلهم في مكان واحد وخلص عليهم مره واحده. فبيقوم وبيجيب له شنطه مليانه بالمتفجرات. في الوقت اللي بيوصل لوفيدال لبودابست وبتتصل عليه انتونيت وبتعرفوا القصه كلها، وبتعرفوا كمان ان جو ليه حبيب بتبعت له صورتها وبتقول له لازم يخلص عليه باي شكل وباي طريقه، وبتعرفوا ان ابن عمها هو اللي هيكون السواق بتاعه واللي بيبقى شكله عيل سيس. لكنهم بيوصلوا لبيت ميزي وبيشوفها وهي داخله وبتجمع حاجتها وبتحاول تعمل زي ما جو قال لها وتبعد عن المكان، وبيجي لها تحويله ب 500,000 من جو حتى انها بتستغرب الرقم، لكنها اول ما بتخرج بتلاقيهم مستنيانا فبتضرب السيس، لكن لوفيدال بيضربها وبيفقدها الوعي وبياخدها. في الوقت اللي بيروح جو للمكان اللي هينصب فيه الفخ للرجاله، وفعلا بتضح ان ماكس كان مراقبه، وبتبعت انتونيت مكانه للجميع، وبتصل زيفي على جو وبعرفوا ان الرجاله في الطريق ليه، وبيدخل جو جوه القلعه وبتفرج عليها من جوه وبيبدا في انه يستعد. ولوفيدال بيبقى هو كمان في الطريق ومعاه ميزي واللي بيسالها تعرف ايه عن جو، فبتقول انها حبته لانه راجل محترم وطيب، فبيستغرب لوفيدال من كلامها وبيقول لها جو محترم وطيب، وبيعرفها ان جو في اخر 20 سنه كان من اكتر القتله المحترفين اللي عملوا رعب في اوروبا وانه اسطوره في مجاله. وطبعا ميزي بتتفاجئ بكلامه لكنها بتحاول تظهر قوتها وانها غير مهتمه، فبتقول له يبقى تدعي ربنا انك ما تتواجهش بيه. قال لها والله انا نفسي، بس ال4 مليون مبلغ مغري بصراحه ومش خساره فيه المغامره. واول ناس بتوصل للقلعه هم الاخين ماكنزي واللي بيبقى شكلهم مقضينها بيره بس، وبيدخلوا جوه القلعه لكن جو بيرمي عليهم قنبله وبيقدروا انهم يبعدوا في الوقت المناسب، لكنه بينزل عليهم وبيبدا الحفله معاهم. ومع انهم شكلهم ما بيوحيش باي حاجه لكنهم بيكونوا فعلا محترفين وبيقدروا الاثنين انهم يشكلوا على جو. بس يا جماعه نتفق او نختلف، جو فعلا دبابه وبرضه بيرجعوا بشكل هو عليهم الاثنين في الوقت اللي بتوصل فيه جيني وتونيا عشان يشاركوا في الحفله هم كمان، واللي بيكون جو هو نجم الحفله واللي بيقدر انه يفعل فخ كان عامله ويقتل واحد من عصابه ماكنزي، وطبعا اخوه بيتجنن، لكن جو بيكسر قرن الغزال وبيستخدمه كسلاح، وفعلا لما بيشتبكوا مع بعض بيصيبوا وبعد كده بيقضي عليه خالص، لكن الحلول بيدخل عليهم وبيضربوهم بالنار، لكن جو بياخد المسدس وبيهرب من قدامه حتى انه بيفادي نفسه من القنبله اللي اترمت عليه، وبيعرف يستدرجهم للمكان اللي هو عايزه، وفعلا بتقع واحده منهم في الفخ وبتتصاب وبيسحبها معاه وبيسحب فتيل القنابل اللي معاه وبيشيلها وبيرميها على اختها وبينفجروا هما الاثنين، وبيطير جو من قوه الانفجار وبيلاقي بوتس الاسباني واقف مستنيه وبياخد منه السلاح وبيرميه بعيد وبيقول له ثانيه واحده واكون معاك، وبيشغل موسيقى اسباني عشان يعرف يقتله بمزاج، وفعلا بيبدا يتعامل ومش عارفين هو بيقاتل ولا بيرقص، بس شكله بيكون فعلا محترف وبيدوخ جو شويتين، لكن برضه زي ما احنا عارفين جو دبابه والكلام ده ما يخلش عليه، وبتقع السماعه منه ومزاجه بيتعكر، فبيروح وبياخد سيف وجو بيعمل نفس الشيء في الوقت اللي بيوصل فيه لوفيدال ومعاه ميزي، وبيعرف ان الحفله شغاله من بدري وبيبقى جوه معركه من العصور الوسطى، لكن بوتس بيفك من الحوار ده وبيمسك مدفع رشاش، لكن جو بيجري وبيشد فتيل لجم قريب منه وفعلا بيقضي عليه، لكن تليفونه بيرن وبيبقى رقم ميزي، لكن لوفيدال هو اللي بيكلمه وبيقول له انه عايز يعمل معاه صفقه وهي حياته مقابل حياة ميزي، لكن قبل ما يتم الصفقة بتوصل رجالة أنتونيت وبينزل ماكس ومعاه كتيبة مسلحة وبيدخلوا وبيشوف ماكس المشرحة اللي كان جو عملها في الوقت اللي بتحاول ميزي انها تضحك على العيل السيسي اللي بيراقبها، وفعلا بيخرجها بره العربية وتقريبا كده بوظت دماغه المرة دي، والرجالة جوه عمالة تدور على جو اللي بيفجر شوية حلوين منه، وبيبدأ في انه يصطاد واحد ورا التاني وبيخرج بره القلعة وبيلاقي لوفيدال واقف قدامه وبيسأله عن ميزي، فبقول له ارمي سلاحك الأول وفعلا بيرميه، ولوفيدال بيقول له هتصل على السيس واخليه يجيبها
لها هنا، لكن ميزي بتيجي بنفسها وبتشيل لوفيدال من على الارض وبتنادي على جو اللي بيركب معاها وبيطيروا من المكان، وماكس بيخرج وراهم وبيضرب عليهم نار لكن في الفاضي. وبتتكلم ميزي معاه وبتقول انها عرفت كل حاجه وبتفكروا باول مره شافوا بعض، فبقولها انه كان عنده مهمه لتصفيه واحد هناك، وبتسأله عن الهبل اللي حصل آخر 24 ساعة، فبيحكي لها قصة الدكتور والتشخيص الغلط وحوار انه يأجر حد علشان يقتله وانه يبعد عنها علشان ما تتأذيش، فبتعرفه انها حامل وان ده الموضوع اللي كانت عايزة تقوله له، لكنه هو اللي فركش علاقته. بس وهي بتتكلم معاه بتدوخ وبتفقد الوعي، فبينزل علشان يطمن عليها، لكنه بيتفاجئ انها واخدة رصاصة في كتفها، فبيشيلها وبياخدها بره العربية وبيدخل كنيسة قريبة منه، لكنها بتفوق وهو بيعرف ان الرصاصة خدشتها بس. لكن لوفيدال بيدخل عليهم وبيضرب نار وبيصيب القسيس، لكنهم بيقدروا يهربوا حتى قبل ما ماكس يرمي قنبله قريبه منهم. وبيبقى واضح ان ماكس واخد اوامر من انتونيت انه يخلص على اي حد بما فيهم لوفيدال نفسه، وبتحاول ميزي انها توقف النزيف، وبتشوف جولي بيخرج مسدسه وبيقول لها انه لازم يخلص الحوار ده كله، وبيبقى الكل بيضرب في بعض ومش عارفين مين مع مين ومين ضد مين. لكن لوفيدال بيقع وبيتصاب وبيروح ماكس علشان يخلص عليه، لكنه بيتفاجئ بجو جاي من وراه، بس من حظه المسدس جو بيفضل من الذخيره، لكن قبل ما يعمل اي حاجه دماغه بتتفرتك، وبتبقى ميزي هي اللي خلصت عليه، وبيمشوا الاتنين وبيسيبوا لوفيدال عايش وما بيرضاش يقتله. في الوقت اللي بتبقى انتونيت بتحاول تهرب بعد ما اتاكدت ان جو لسه عايش، لكنها بتتفاجئ بزيف موجود عندها وهو اللي بيخلص عليها، مع ان في اعتقادي ان اللي المفروض كانوا يخلصوا عليه من البدايه هو الدكتور اللي وقعنا في كل الحوارات دي. المهم انه بيعدي الوقت وجو وميزي بيتجوزوا. وانت يا صديقي لو عجبك ملخصنا للفيلم ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات علشان اكيد ده يهمنا، وتدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لو لسه اول مره تشوفنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.